ازيكم عاملين ايه؟ لو فتحت اللوجيك برو وحسيت ان التعديل هيبقى معقد، في الفيديو ده اتعلم ازاي نقص، نحرك، ونكرر الصوت في اقل من 10 دقايق من غير بلجنز ومن غير اي تعقيد. بعد ما سجلنا اول صوت وطلعنا اول نغمة، دلوقتي السؤال الطبيعي: ازاي اعدل على الصوت ده؟ في الفيديو ده هنتعلم ابسط واهم التعديلات في اللوجيك برو. طيب، مش هنعمل ميكس، مش هنستخدم اي بلجنز، بس ازاي نقص ونحرك ونكرر الصوت. اول حاجه لازم ان احنا نشتغل على الريجن زي ما قلنا قبل كده، هنا التايم لاين. ولازم حاجه نشتغل على ريجن. يعني ايه ريجن؟ فلنفترض ان انا جبت اي لوبه، اسحبها واحطها هنا. شايفين؟ دي اسمها ريجن. ولو سحبت واحده تانية حطيتها هنا، دي برضو اسمها ريجن. فاي بلوك على التايم لاين اسمه ريجن. طيب، عشان اشتغل على الريجن اعمل ايه؟ اول حاجه لازم احددها. ازاي؟ اجي ادوس عليها كليك. اول ما دوست كليك لونها اتغير. شايفين؟ اهو انا بختار ريجن تانية، ودي ريجن تانية. طيب، لو انا عايز اقص من الاول للاخر، او عايز اقص حته من الاول، اعمل ايه؟ نفترض مثلا انا شغال على الريجن ده. لو انا جيت وقفت على اول حته من الريجن، بلاقي الماوس بتاعي اختلف، بقى عامل شكل سهمين جنب بعض وفي قوس ما بينهم. لو انا وقفت ودوست كليك اقدر ان انا اقص من الريجن ده. انا مش بشيل الصوت او بشيل منه حاجه، القص ده مش بيمسحه خالص، لكن بيخفي الجزء اللي انا مش محتاجه. لو انا عايز ارجعها تاني، هاجي اقف عليها على اول الريجن زي ما انا هعمل كده، واسحب تاني زي ما انت شايف الظاهر عندي اهو. ونفس الكلام لو من الناحيه التانيه، لو انا عايز اشيل مثلا اخر حته، اخر جزء منه، هاجي على اخر جزء واسحب. شال الجزء اللي انا مش عايزه. لو عايز ارجعه تاني، ارجع بيه تاني. وهكذا في نفس الكلام في اي ريجن عندي. لو انا عايز اشيل حته من الجزء ده، اجي اقف كليك عليه لحد ما لونه ينور، واجي في الاول اسحب كده. انا قصيت من الاخر، عايز ارجعها تاني، ارجعها كده واجي هنا برضو. لو عايز ان انا اغير فيها حاجه من الاخر. تمام. طيب، لو انا عايز اقص من النص، لازم استخدم تول اسمها سيزرز او المقص. تمام. لو انا اهم حاجه ادوس على الكيبورد كوماند زي ما انت شايف الماوس واقف هنا شكل ماوس. لو دوست على الكوماند بيتحول لكروس. لو انا جيت ورحت دايس هنا دبل كليك، فصل الريجن. انا قصيت في الحته دي. مثال تاني: انا عايز اقص مثلا من عند او من نص الريجن، هدوس على كوماند يتحول لبوينتر او كروس، ودبل كليك هيقسم لي الريجن حتتين. ليتس سي مثلا انا عايز الغي الحته دي، فهو قسمها لي اتنين. هاجي على الريجن ده وادوس ديليت، بيمسح الريجن. تمام. عادي جدا. طيب، ازاي اجيب السيزر ده؟ قلنا يا اما ادوس كوماند يحولها لمقص. لسه ناخد لوبه اطول شويه. تمام. وعايز اوسعها من النص، بقت اتنين. اقدر افصلهم. اجيبها دي هنا، افصل دي هنا. او لو حبيت ان انا اقص من الاخر، أو زي ما انا قلت هاجي هنا اتاكد ان هو بين قوسين واقص من الاخر، او اقص من الناحيه اللي ورا. طيب، في حاجة تاني احنا ممكن نعملها. انا ممكن احرك الريجن ده في اي مكان. زي ما انت شفت انا هعمل. انا مثلا عايز الريجن دي هنا، لا انا عايزها احطها هنا قبل الحتة دي، او اجريها احطها هنا. فاقدر ان انا اتحرك بيها في اي مكان. اقدر اطلع بيها لفوق، اقدر انزل بيها لتحت. فالريجن هي المنطقة، اللون
اللي متسجل فيها الحاجه، اذا كانت اوديو او ميدي، انا اقدر اغير او اعدل فيها. طيب، تاني حاجه، في حاجه اسمها السناب. السناب دي خاصيه في اللوجيك برو علشان تساعدك ان انت ت- تسنتر او توصل الريجن ده عند اول اللاين. يعني مثلا انا عايزها على بار 11، زي ما انت شايف بتتسحب وتكليك نفسها في بار 11. طب انا لو عايز احركها اقل من 11 شويه، حته صغيره قوي، اجي على السناب واقفل السناب. انا دلوقتي لو عملت زوم، احنا عرفنا ان هنا الزوم، لو مثلا عملنا زوم كده، انا كده عملت زوم قوي. لو انا مشغل السناب، اجي احركها زي ما انت شايف بتروح لازقه فيها. طب انا عايزها في النص، لو اقفل السناب واجي احركها زي ما انت شايف في الحته اللي انا حطيتها فيها هتقف. طيب، حاجه تاني، ايه ممكن اقدر اعمله؟ ان انا مثلا عندي لوبه زي دي، تمام؟ بس خلينا نسمع مثلا اللوبه دي. طيب، لو انا عايز اعيد اللوبه دي، تمام، عايز اعيدها، هل كل مره هاجي اسحب واحده واحطها واسحب واحده واحطها؟ لا. لو انا جيت وقفت على اخر اللوبه، في الجزء اللي فوق او في تاني حته في النص هنا، هلاقي قوس بقى جنبه دايره. لو وقفت عليها ودوست كليك وسحبت، زي ما انت شايف ابتدى يعيد اللوب. طول ما انا دايس وبسحب بيعيد كل اللوب لحد ما يخلص اللوبه كامله وهيبتدي يعيدها تاني. فانا كده ممكن اعيد اي لوبه انا عايزها. مثال تاني، انا مثلا جيت هنا عايز الحته دي اعيدها، هاجي برضو واقف على اخرها، مش من تحت، من الجزء السفلي، الجزء الوسط، هلاقي السهم او قوس بقى عليه آه اعاده او زي دايره كده معناها لوب. ادوس اسحب الاقيه بيعيد اللوبه دي بس، او بيعيد الريجن عشان نبقى واضحين اكتر. او فكره مبدئيه، البيت ده سحب شغل سريع جدا، ان انا ممكن اعمل بيت. يعني مثلا let's say انا عندي بيت زي ده، تمام، عايز اشغله لوحده. لو رجعت الحلقات اللي فاتت هدوس على سولو، هيشغل التراك ده بس. لو شغلت انا كده، تمام، طب انا عايز اعيدها، اروح جاي على الحته دي واقعد اعيد فيها. هو كده بيعيد اللوبه دي بس. لو انا شغلت تلاقيه بيعيد اللوبه كلها زي ما هي. تمام، انت كده تقدر تعمل اي تشغيل من غير اي بلجنز، ودي اساسيات الشغل للبلوجيك برو. ولو لسه جديد، شوف الفيديو اول صوت في اللوجيك برو، ولو عندك اي مشكله في الصوت شوف الفيديو وازاي حلينا مشكله الصوت. اشكركم واشوفكم في المره الجايه.